السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتناول موضوع جديد اليوم في عالم السلامة والصحة المهنية، وهو العمل على ارتفاع. الشغل على ارتفاع بيعتبر من الأنشطة ذات المخاطر العالية جدا، بيحتاج منا اهتمام خاص علشان نحمي أنفسنا وزمايلنا. هنغوص في التفاصيل وهنتكلم عن كل ما يتعلق بالعمل على ارتفاع، من التعريفات والمعايير لحد إجراءات السلامة والمعدات اللازمة. أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب. إيه هو العمل على الارتفاع؟ العمل على الارتفاع هو أي نشاط بيتم فيه استخدام المعدات أو الأشخاص في أماكن عالية فوق مستوى سطح الأرض. المعايير الدولية وبالأخص الأوشا وضعت تعريفات معينة للارتفاعات اللي بتستدعي الاحتياطات. العمل على الارتفاعات من أكتر الأنشطة اللي بتحتاج حرص شديد جدا في أي موقع عمل، سواء في مواقع البناء، المشاريع الصناعية. السقوط من الأماكن العالية بيكون واحد من الأسباب الرئيسية للحوادث الخطيرة، وده اللي بتأكد عليه إحصائيات الأوشا إدارة السلامة والصحة المهنية، اللي بتقول إن السقوط من ارتفاعات هو السبب الأكبر للوفيات في قطاع البناء. طيب ليه الموضوع ده مهم؟ لأن السقوط مش مجرد حادثة بسيطة، ده ممكن يكون سبب في وفاة أو إصابة خطيرة جدا. عشان كده أي عمل على ارتفاع لازم يكون ليه إجراءات أمان وتدريب كويس جدا والتزام صارم بالمعايير. تاني حاجة التحديات والمخاطر المرتبطة بالعمل على ارتفاعات. أول حاجة خطر السقوط. السقوط بيكون عندما يسقط العامل من ارتفاع ما، سواء كان ده سبب بفقدان الوزن أو انهيار السطح أي سبب آخر. خطر السقوط بيزيد لو المكان غير مؤمن أو لو العامل مش ملتزم بقواعد السلامة. 2. عدم استقرار المعدات. لو السلالم أو الرافعات مش متثبتة كويس أو مش مضمونة، ده بيزود فرصة السقوط. أحيانا السلالم مش بتكون محطوطة بشكل صحيح أو بتكون على أرض مش ثابتة. الصناعات العامة أي شغل على ارتفاع بيزيد عن 4 قدم بيتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة. في قطاع الإنشاءات أي شغل على ارتفاع بيزيد عن 6 قدم بيعتبر عمل على ارتفاع وبيتطلب حماية من السقوط. 3. الظروف الجوية. الرياح القوية زي والأمطار والضباب بيزودوا من خطر السقوط. لما الأرض بتكون زلقة أو الرؤية مش واضحة بيكون من السهل جدا إن العامل يفقد توازنه. عدم كفاءة وسائل الحماية. الحزام أو الأدوات اللي بيلبسها العامل لحمايتهم لو مش متثبتة أو ملبوسة صح مش هتفيد في حماية العامل، وده معناه إن لازم يكون في تدريب على كيفية استخدام الأحزمة، التأكد من إن العاملين عندهم تدريب كافي على كيفية العمل بأمان على الارتفاع، استخدام معدات الحماية الشخصية الPPEs المناسبة زي الأحزمة الخوذ. 3. وسائل حماية السقوط Full Protection Systems. الأوشا وضعت معايير خاصة بأنظمة الحماية من السقوط، وهي بتشمل أول حاجة Personal for Arrest Systems PFES، نظام إيقاف السقوط الشخصي. الأنظمة دي بتشمل الحزام الكامل اللي هو Full Body Harness والحبال المرتبطة بنقاط تثبيت أمني. يجب أن يكون الحزام مزود بنقاط ربط مناسبة وقادرة على تحمل الأوزان. حواجز الحماية اللي هي جزء وقائية على حواف الأسطح بيمنع السقوط. يجب أن يكون ارتفاع الحواجز لا يقل عن 42 بوصة وتكون مصنوعة من مواد قوية بتتحمل الضغط. 3. الشبكات الواقية اللي هي سيفتي نت. بتستخدم الشبكات في الأماكن اللي بيكون فيها خطر كبير للسقوط مثل المواقع المرتفعة جدا. يجب تثبيت الشبكات بحيث لا تزيد المسافة بين العامل والشبكة عن 9 متر. 4. السقالات. لازم تكون السقالة مصممة بشكل صحيح جدا مع وجود حواجز لحماية العمال. يجب أن السقالة تكون متوافقة مع معايير السلامة ويتم فحصها بشكل دوري. 4. اللوائح والمعايير الأساسية. على حسب قواعد الأوشا أي شخص بيشتغل على ارتفاع أكتر من 6 قدم لازم يكون مؤمن بأدوات حماية من السقوط، وده بيشمل تركيب حواجز حماية حوالين الحواف أو استخدام شبكة أمان لو في احتمالية السقوط. الأيش والنيبوش المنظمات دي بتركز على أهمية تدريب العمال قبل ما يطلعوا يشتغلوا على ارتفاعات. لازم يكون في تقييم للمخاطر لكل شغلانة بتحصل على ارتفاع، وده بيشمل تحديد المخاطر المحتملة، تأمين العمال بالأدوات المناسبة. 5.
إجراءات السلامة الأساسية. أول حاجة التدريب على الوقاية من السقوط. التدريب مش بس بيعلم العامل إزاي بيستخدم الحزام أو الأدوات، ده كمان بيعرفوا إزاي يشتغل بأمان في بيئة العمل. لازم العمال يعرفوا يتعاملوا مع المعدات بحذر، وإزاي يحطوا السلالم أو الرافعات بطريقة آمنة. البيانات الواقعية لحوادث السقوط. من واقع التقارير 39% من وفيات مواقع البناء بتحصل بسبب السقوط. الفحص الدوري والصيانة. فحص المعدات، كل المعدات المستخدمة لازم تتفحص قبل الشغل. يعني السلم بيتأكد إنه ثابت مش مكسور. الحبال المستخدمة مع الرافعات لازم تكون سليمة. أهمية التقييم المستمر. يجب أن يتم تقييم المخاطر بشكل دوري من قبل الإدارة أو فرق السلامة. التأكد من أن جميع المعدات والأنظمة المستخدمة تتوافق مع أحدث معايير السلامة. استخدام الإشارات والعلامات. بنكسمان. البنكسمان هو شخص دوره هو إن يدي إشارات للمشغل ويأكد إن كل حاجة ماشية صح. لازم يكون في تواصل مستمر بينه وبين العاملين عشان نتجنب أي أخطاء أو حوادث. التوثيق. من المهم توثيق كل الإجراءات، التدريبات، الفحوصات، لضمان وجود سجل يمكن الرجوع ليه في المستقبل. النيبوش بتعتبر مرجع مهم للمعايير العالمية في السلامة، وبتساعد على رفع مستوى الوعي حول المخاطر. الايزو 45001 ده معيار دولي بيهدف لتحسين إدارة الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل. ليه احنا لازم نلتزم بالمعايير ديت؟ الالتزام بالمعايير الدولية مش بس لحماية العاملين، لكن كمان لضمان جودة العمل، تقليل الحوادث. النصيحة الأخيرة: العمل على الارتفاعات لازم يتعمل بحذر شديد وبالتزام تام بإجراءات الأمان. لازم نتأكد من اختيار المعدات المناسبة واستخدام أنظمة الحماية بحرص، وكمان تدريب العاملين بشكل كويس. الحذر والالتزام هو المفتاح في أي شغل على ارتفاع. لازم دايما نفحص المعدات، نتأكد إنها آمنة، نتعاون مع فريق العمل عشان نتجنب أي مخاطر. الأمان مش مجرد شعار، ده أسلوب حياة. السلام عليكم.